اجعل بين يدي مطالبك وسؤالك لربك كامل الافتقار وكامل الضراعة وكامل المسكنة. داري عند الله أدعوه بفقر، أدعو بمسكنة، أدعو بضراعة. يا جماعة نحن عندنا عادات سالبة. داري يدعو بتلقاه يدعو بطريقة عجيبة جدا، يعني عنده خاتم يعدله، عنده ساعة يضبطها، ويدي شنبه كدي مسحة وينتقي يدينه كدي ويدعو. واثناء الدعاء ده ان جزول ماشي عنده مع غرض يقول له كده: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. كان واحد لعب: واتنا في الدنيا حسنه. والساعه يا عيل لو انضرب تلفون: واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا. والله سويتها مع زول محترم ما يقبل منك. مش لك زول محترم اثناء الكلام معقول له: يا اخي انا جيتك في عندي معك بيعه، زول تاجر مليان ساكت في الدنيا دي وداير اشتري منك، واثناء الكلام ده قول لي زول كذي. زول وين طولنا منك؟ اسمع عندك كمل البيعه. يقول لك: زول انت ما جادك، مش كمل لعبك وتعال. بيقبلها منك؟ انت عايز تدعو الله. المسكنه يا اخي، الافتقار الى الله. لذلك في صلاه الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه وكان يسوق معه الصبيان يبرقوا معه الغنم اظهارا للفقر، اظهار للمسكنه. تمسكن وافتخر الى الله. حسبت في التراب ده يا الله تبارك وتعالى. عندك حاجه شديده وكرب عظيم بالليل في البيت وصلي في الوطه دي طاهره وجبهتك خدتها في الارض وانكسر لله: ويا الله يا الله يا الله يا الله، ما عندي غيرك، ما عندي سواك، اديني يا الله. كم ما اديتني انت بديني يا الله. انا مسكين يا الله، انا عيان يا الله، دكاتره قالوا علاج ما في وانت قادر يا الله. يا الله يا الله يا الله. الح في الدعاء وافتقر وتمسكن. اسمع معي: اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.